السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا مروة وهعمل لكم النهاردة فيديو جديد وطريقة عمل البروست في البيت حاجة تانية، وهقول لكم على التكات عشان تفضل مقرمشة وافضل من اللي بره. وعاوزاكم توصلوا الفيديو دوت لأكبر عدد من اللايكات، ولو انتوا جداد على القناة أرجو الاشتراك أو سبسكرايب وفعلوا الجرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعارات الفيديوهات الجديدة. وأول حاجة أنا هعملها هي تتبيلة الفراخ. ودلوقتي أنا عندي فرخة بالشكل ديت متقطعة إلى 8 قطع، والفراخ مغسولة كويس جدا، وفتحت فتحات بالسكينة فيها عشان التتبيلة توصل لكل مكان فيها، وطبعا سبت الجلد عليها وأنا ما شلتهوش. ودلوقتي أنا عندي بولة كده فاضية وهحط فيها الفراخ، وبعد كده هجيب التوابل بتاعتنا، والتوابل بتاعتنا عبارة عن ملح وفلفل وكمون وزنجبيل وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا وزعتر وشطة، يعني تحطوهم كده على بعض. وبعدين عندي 2 كوب من اللبن الرايب، واللبن الرايب بيخلي الحاجة طرية، يعني بيخليها كويسة. وهضيفه عليها، وبعد ما اضيف اللبن الرايب هقلب كل التتبيلة واروح احطها في التلاجة لمدة 24 ساعة، يعني يوم كامل. وبعد كده طلعتها من التلاجة زي ما انتوا شايفينها كده. وعايزة اقول لكم حاجة، اللي انا كنت عندي نعناع اخضر حطيته عليها في التتبيلة. وبعد كده هروح بقى ايه اجيب الفراخ بتاعتنا واصفيها من التتبيلة ديت في مصفى عشان تصفي كل حاجة فيها. وبعد كده هحط الفراخ دي بقى على جنب، وهجيب البولة بتاعتنا عشان نعمل التغطية بتاعة الفراخ. عندي كوبايتين من الدقيق، عليهم 2 معلقتين من النشا، وبعد كده هضيف كل البهارات اللي انا كنت حطيتها اصلا في التتبيلة هضيفها عليها. وبعد كده هجيب الفراخ بتاعتنا وهحطها بقى، يعني ايه هدحرجها كده في الدقيق، يعني ايه مش هكبس الدقيق فيها، لا هدحرجها بس كده. وبعد كده هحطها وارصها في صينية زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. وبعد ما اخلص الكمية كلها واحطها في الصينية، اروح احطها في الفريزر لمدة ساعة او ساعتين، عشان اللي هي يعني التغطية بتاعتنا تمسك في الجلد وتخلي الفراخ مقرمشة معانا. ودلوقتي انا هروح اجيب زيت احطه في حلة، زيت غزير، عشان الفراخ دي بتبقى عايزة زيت غزير، وما يكونش يعني ايه يكون سخن بس ما يكونش مقدوح جامد قوي، يعني ما وصلش درجة الغليان. ودلوقتي احط الفراخ فيه وما اقلبهاش، اول ما احطها اسيبها كده لمدة 3 دقايق على درجة حرارة عالية، وبعد كده ابدأ اهدي النار عليها عشان تستوي معانا وتاخد اللون الذهبي بتاعها. ودلوقتي الفراخ بدأت تاخد اللون بتاعها كده زي ما انتوا شايفينه بالشكل دوت، وابدأ بقى اطلعها واصفيها عشان تتصفى من اي كمية من الزيت الموجود عليها. وكمان عايزة اقول لكم ان الافضل يعني ايه الفراخ عشان تطلع مقرمشة معانا، اللي احنا ايه ما نكونش ماليين الحلة بتاعتنا او الطاسة بتاعتنا بالفراخ، لا نسيب مساحة كده للفراخ عشان تقدر ايه تستوي براحتها. ووقت التسوية بيكون لمدة 15 دقيقة، 3 دقايق على نار عالية، وبعد كده 12 دقيقة على نار متوسطة. ودلوقتي تكون هي ديت الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعتها وصفتها كويس جدا من الزيت، وهي بتكون كاملة النضج وبتكون وصلت للون اللي انت حابة تشوفيها بيها، وتكون مستوية من جوه ومن بره، والتتبيلة واصله لها في كل مكان. وهي دي تبقى الفراخ البروست بتاعتنا، وبكده تكون كاملة النضج وتكون مستوية كويس جدا. وبكده يبقى هو دوت البروست بتاعنا. وعايزة اقول لكم على بعض يعني ايه بعض التعليقات تحبوا تعرفوها، ان البروست بنسيب الجلد عليه عشان الجلد هو ده اللي بيدي للقرمشة، وان التتبيلة بتمسك فيه اللي هي التغطية بتاعته، وان الزيت بيكون زيت غزير جدا عشان يغطي الفراخ بتاعتنا. ونسو يعني ايه ومفضل التسوية بتبقى 15 دقيقة، 3 دقايق على نار عالية، وبعد كده ل 12 دقيقة على نار متوسطة. ولازم الحلة او الطاسة تكون واسعة عشان الفراخ تستوي كويس، وهو دوت اللي بيدي للقرمشة بتاعتنا. وبكده فيديو النهاردة بيكون خلص، ومنتظرة تعليقاتكم، وباي باي.